مساء الخير عليكم، واخباركم عاملين ايه؟ طبعا قبل ما ابتدي الفيديو عايزه اقول انه بقال الله في احمد رفعت، وربنا يصبر اهله يا رب، وربنا يربط على قلب والدته، وان شاء الله حقه هيرجع باذن واحد احد. تاني حاجه عايزه اقولها قبل ما ابتدي الفيديو برضو انه ربنا يقوم كابتن احمد سليمان بالسلامه ان شاء الله. كابتن احمد سليمان تعرض لوعكه صحيه امبارح واتنقل من بعدها في المستشفى وعمل قسطره، ولسه محجوز في المستشفى لحد بكره لحد ما يشوفوا هيعمل عمليه ولا ايه اللي هيحصل. ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه يا رب. مش عايز اطول عليكم، عايزين نخش في الموضوع على طول. عايز اسال اسئله بسيطه كده ويا رب حد يلاقي اجابه. الموضوع مش صعب والموضوع اسهل ما يكون، ولكن احنا اللي بنصعبه على نفسنا بشكل او باخر. بمعنى في حد غلط يبقى لازم يتحاسب. الموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب خالص. لما يوصل انه يحصل هرجله ويحصل ان كل واحد بيرمي المشكله على عاتق شخص اخر، والحقيقه تايهه، الحقيقه تايهه في وسط اللي بيتكلموا، لان كل واحد بيرميها على التاني، لدرجه ان في واحد مات. فاحنا تعالوا نسهل على بعض الموضوع. احمد رفعت لاعب مات بسبب الضغط النفسي، بسبب، وده على كلام اللاعب لما طلع وقال انا تعرضت لضغط نفسي، وده تعرضت لضغط نفسي صعب جدا ما حدش يستحمله. طيب تعرض لضغط نفسي لان هو انسان تعرض لضغط، فالضغط ده ادى لوفاته. ما هو نوع الضغط؟ احمد رفعت وقع قدامنا كلنا في الملعب، مات وهو في الملعب، بس ربنا بقدرته احياه من اول وجديد علشان يطلع مع ابراهيم فايق ويشاور لنا، يقول لنا انا مت بسبب الضغط ده، الجزء ده هو ده السبب في موتي. فتحروا انتوا وشوفوا انتوا انا مت ازاي، وحمل كام شخص بالاسماء مهمه ان هم يحكوا. قال انا هحكي في الوقت المناسب، ولكن قضاء الله كان اسرع. قال لك بس فلان وفلان وفلان عارف كده، اذا الامانه اتنقلت لفلان وفلان وفلان دول عشان يطلعوا يقولوا السبب. طلع نادر شوقي امبارح كتر الف خيره اتكلم، وكتر الف خير استاذ ابراهيم فايق برضو طلع واتكلم، امتلك من الشجاعه ما يكفي ان هو يطلع يتكلم. بعض الناس من اللي تمتلك هذه الشجاعه، الحقيقه شكرا ليه جدا. دخل الاستاذ احمد دياب واتكلم كتير قوي وتوه الحقيقه كتير قوي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد سيدنا محمد رسول الله. ولكن كل اللي فهمناه كلنا انه الغلط عنده، لانه كان رئيس النادي. خلينا اكمل لكم الفيديو ولكن بعد الاذان. طيب دلوقتي انا على قوه نادي، انا لاعبه كره قدم. دلوقتي انا هبسط الدنيا علشان نلاقي حلول. انا دلوقتي على قوه نادي، لاعبه كره قدم، اذا انا مسؤوله من الالف الى الياء، مسؤوليه كامله من النادي ده انا مسؤوله منه من الف للياء. انا ما افهمش في القانون، انا لاعبه كره قدم لا افقه في القانون، انا مش متخصصه قانون. ولكن هل في نادي لا يحتوي على شؤون قانونيه؟ لا. هل في رئيس نادي مش فاهم ايه الاجراءات القانونيه اللي بتتم في كل الحالات علشان يحفظ لاعبيه؟ اكيد فاهم. اذا اين تكمن المسؤوليه؟ عند احمد دياب، لانه كان رئيس النادي وقتها. طيب انا جاي دلوقتي اعاره من نادي في الامارات، فانا مش عارفه موقفي في التجنيد، او عندي مشكله في موقفي في التجنيد. اذا مين اللي المفروض يحل الموضوع ده؟ رئيس النادي. والشؤون القانونيه هي اللي المفروض تقول لي انا مساري صح ولا غلط، انا لو سافرت هبقى موقفي قانوني ولا لا. اذا مين اللي المفروض يخلص الاجراءات دي؟ اداره النادي اللي اللاعب مسؤول منها، لان اللاعب غير متخصص في القانون، رجله بس بيلعب كوره. انا جاي العب كوره، لو انا عندي موقف قانوني قول لي اعمل فيه ايه وانا هعمله عينيا. طلع وكيل اللاعب وقال لك هو ما كانش عنده مشكله خالص في موضوع الاجراءات القانونيه، هو يعني ملتزم تجاه اداء الخدمه العسكريه، هيروح، ده شيء طبيعي، ده واجب وطني لازم تنفذه، والولد مدرك لده. اذا جال للولد اعاره. ليه النادي؟ سؤال نفسي حد يجاوبني عليه. لما انا جات لي اعاره ليه النادي ما راحش دايركت شاف موقفي من التجنيد، واذا كان لا يسمح فخلاص انا هروح اعمل الاداء العسكري الواجب ان انا اعمله، واذا كان يسمح اذا هسافر للاعاره. ايه الصعوبه في ده؟ ولكن
لم نلجأ لهذا الحل السهل ولجأنا. سافر ليبيريا وما تقلقش مع الفريق، واخد تصريح من وزارة الشباب والرياضة ان انت مسافر تأدي واجب وطني علشان خاطر الكونفدرالية وعشان خاطر مش عارف ايه، واكيد الوزارة مش هتقول لك لا ده واجب وطني، تروح تجيب بطولة للبلد. فيلا سافر ليبيريا مع الفريق، هدسك كده مع الفريق اكنك مسافر معاهم، بس لما تنزل ليبيريا يبقى ترانزيت عشان تطلع بعد كده على الامارات من تحت لتحت، من تحت لتحت. اذا هل اللاعب هو اللي هيقترح على اداره النادي ان هو يروح من تحت لتحت ونقعد نخلي التصريح 3 شهور في 3 شهور ومعرفش ايه، ونوصله ان مستواه في الامارات يقل لان هو مش عارف بعد كده ان موقفه القانوني صعب، فبالتالي النادي استغنى عنه هناك، فالولد واجه صعوبه اكبر ان هو قعد شهر هناك مش على قوه نادي وقاعد لوحده بيصرف على نفسه و هل الولد هو اللي راح قال لكم انا هعمل كده من دماغي؟ كان اللاعبين كلهم راحوا عملوا كده من دماغهم بقى. كل لاعب عايز يطلع اعاره راح طالع بطرق ملتويه وشكرا، ولكن لاعب على قوه النادي، اذا النادي هو المسؤول عنه. عندك تو ويز، عندك طريقين، طريق ملتوي وطريق سالك. الطريق السالك ان انا جات لي اعاره، اذا هشوف موقفي القانوني، لو موقفي القانوني يسمح هسافر الاعاره بتاعتي، ولكن لو موقفي القانوني مش هيسمح ما اروحش بطرق ملتويه، ما امشيش ضد القانون، ما امشيش ضد القانون. ولكن امتى نمشي ضد القانون؟ العقل بقى يقول كده، لو انا عايز اكسب بخلاف القانون، اكسب وانا ضد القانون، فانا همشي من وراه، السبوبه هتروح، السبوبه تروح. هما يعني النادي التاني دوت هيستناني لما اخلص اجراءات ولما اقول لهم لا موقفي في الجهه المعنيه دي لازم ان انا اروح اادي الاداء العسكري واقعد مده ومش عارف ايه؟ هيستنوني؟ مش هيستنوني، فالسبوبه تروح. دي جريمه، دي جريمه. ويعني ايه لاعب عنده 29 30 سنه يعمل فتره معايشه؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ ايه الورق ده؟ وكيل اللاعب قال لك انا لا مش ده التصريح اللي انا شفته. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العك ده؟ مين الناس اللي مسؤوله عن الرياضه دي وهي لا تفقه شيء في الرياضه، والمفروض ان هم فاهمين القانون، ولكن للاسف لم يطبقوا القانون باي منطق وباي عقل، فيوصل ان واحد في عز شبابه يموت علشان ما تحملش ان هو يفضل يرن عليهم ويقول لهم الحقوني انتوا ورطتوني، انا موقفي قانوني ايه، ردوا عليا. ما بيردوش عليه ولا بيعبروه، اتسلم تسلم، انا عملت اعاره هات فلوس شكرا يلا انت كبش فاده امشي، انت ما تهمنيش، انت فاكرني هحميك؟ فكسرة النفس موتت شاب زي الورد، شاب لسه بيقول لحياته يا هادي لسه هبتدي حياتي، مات. ايه بقى اللي انتوا عمالين تقولوه على الاعلام والكلام ده كله؟ لا اصل فلان، لا اصل علان، لا اصل فصل. ايه العك ده؟ ايه كل العك اللي كل يوم نكتشفه من المنظومه دي؟ لحد امتى هتفضل المنظومه دي يحصل منها مفاجآت؟ وهل يا ترى احمد رفعت بس هو اللي بيحصل معاه كده، ولا في لاعبين تانيين حصل معاهم كده ومفيش حد فينا عارف؟ ولا يا ترى لسه احمد رفعت مش هيكون الاخير ولسه هيحصل كده تاني؟ ليه ما بيحصلش تطهير في المنظومه الرياضيه؟ ليه المكان ده ما بيقعدش فيه اللي يستحقوا فعلا، اللي يستاهلوا فعلا؟ احنا عندنا ناس كتير كويسه قوي، ليه الناس دي ما بتقعدش في مكانها الصحيح؟ ليه ما بنخليش كل واحد في منصبه الصحيح؟ ليه بيبقى فيه لعب؟ ليه بيبقى فيه من تحت لتحت؟ وفي النهايه عندنا ضحايا، الا وهم مين؟ اللاعبين. فتحول الموضوع بالشكل البلدي ده مجزرة لاعبين، متاجرة باللاعبين، سميها زي ما تسميها، ولكن اللي بيحصل ده غير قانوني وغير صحيح. اللي بيحصل ده غلط، ولو انت سكت وانا سكت وانت سكت وانت سكت هيحصل تاني وتالت ورابع. اذا كله لازم يتكلم، كله لازم يمنع، كله لازم يشجع بعضه ويقول كفاية، عايزين منظومة رياضية نظيفة. مش هيحصل لنا حاجة ولا هنموت لو بقينا في منظومة رياضية نظيفة، ننافس باحترام، يكون عندنا ناس محترمين في سواء رابطة سواء اتحاد سواء إدارات نادي سواء. ليه ما نعيش كلنا محترمين؟ ليه ما نبطلش كلنا نأذي في بعض عشان في سبوبة؟ ليه ما نبطلش كلنا نقعد نشتغل ونأذي في اللعيبة؟ فلان أي نادي من الأندية عنده جمهور، أحمد رفعت عندك مثال، أحمد رفعت
ربنا سخره لك كمثال يمكن يغير منك، واذكر نفسي واياكم، عشان في ناس هتطلع تقول لي طب ما انتي، ما انا زيكم اهو، انا بقول بذكر نفسي واياكم. ربنا زي ما يكون سخر احمد ده علشان يفوقنا من حاجات كتير، عشان يعرفنا ويشاور لنا يقول لنا في غلط حاولوا تصلحوها لو بكلمه. لو انتوا هتعرفوا تاثروا بكلمه قولوا كلمتكم علشان الغلط ده يتصلح. ضرب لنا مثال باحمد رفعت عشان يعرفنا ان الضغط النفسي لما البني ادم بيتعرض ليه بيموت. الانسان لما بتصعب عليه نفسه بيموت. الانسان لما بيلاقي حد اتخلى عنه وهو واثق فيه بيموت. الانسان لما بيتهاجم بيموت. فليه ما نبطلش احنا كمان؟ ما نبطلش نأذي في شيكا ونشتم فيه، ما نبطلش نشتم في محمود علاء، ما نبطلش نشتم في اوباما، ما نبطلش نشتم في شلبي ونقول مستواه نزل، ده انت كذا ده انت كذا ده انت كذا، ونتعامل مع اللاعبين كانهم آلات. وبعض الناس يطلعوا يقولوا لك ايه، ما هو بياخد فلوس عشان يلعب يبقى لازم يستحمل. لا يعني ايه بياخد فلوس فيستحمل اهانه؟ لا، اللي احنا بنعمله غلط. وانا بقول لك، انا اولكم، اللي احنا بنعمله ده غلط. اللي احنا بنعمله ونفضل نهين في بعض عشان زمالك واهلي وخلافه غلط. لما بنأثر على نفسيه بعض واللي بنشتم اللعيبه وبنهين فيهم غلط، لانهم في الاول وفي الاخر بني ادمين. عايزين ننتقد باحترام ولكن ما نقلش من حد. ده جزء اخر لا يختلف تماما عن الجزء اللي بنتكلم فيه في احمد رفعت، ولكن المبدأ واحد، ان نفسيه البني ادم ممكن تتسبب في وفاته. اللي حصل لأحمد رفعت لازم يتشاف له حل، لازم نقف عنده، لازم نعمل ستوب، لان مفيش هيجي اقوى من كده. ده في واحد مات مرتين، امه شافته بيموت مرتين علشان نفسيته اتكسرت، علشان واثق في ناس سلمهم رقبته وفي الاخر كسروه فمات. فاحنا لو الموضوع ده عدى واتنسى مع الايام تبقى كارثه. يبقى احنا تحولنا من بني ادمين عندهم احساس، ربنا خلق جواهم احساس وقلب، لحجر. احنا نبقى حجر. فاللي غلط لازم يتحاسب، واللي غلط مره ولا اتنين وتلاته ما ينفعش يتسمح له ان هو يفضل يغلط كتير. كفايه غلط، كفايه متاجره باللاعبين، كفايه منظومه بعضها يشملها الفساد، كفايه. عايزين ننظف. اللي غلط يتحاسب. ولو مفيش عبره من اللي حصل لاحمد رفعت يبقى مستحيل يحصل عبره تاني. مستحيل. دي اقوى حاجه واكبر حاجه. الواحد عايش في هم من امبارح، في هم. فربنا يكون في عون امه اللي شافته بيموت مرتين. ليكوا لسان اطلعوا اتكلموا، اطلعوا قولوا كفايه. عايزين منظومه رياضيه سليمه، مش عايزين فساد، مش عايزين تلاعب، عايزين كل حاجه تمشي صح وتمشي بالقانون. عايزين كل حاجه تمشي صح، وده مش صعب. احنا ما بنطلبش حاجه صعبه، احنا عايزين كل حاجه تمشي صح زي ما الكتاب بيقول. ما اعتقدش ان احنا بنطلب حاجه صعبه. ربنا يرحم احمد رفعت وربنا يجيب له حقه. اشوفكم في الفيديو الجاي.